آیا قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردكن كناديان مدارشان كسنا بكردن مرن كسنا بكردن مرن كل جندن جند بغتاكبي آلا كردان جند بغتاكبي آلا كردان هم كردن مريوكي مثلبين بالإيمان وقادمان هر اجتمان بالإيمان وقادمان كرد وكردستان كسنا بكردن مرن كسنا بكردن مرن كل جندن جند بغتاكبي آلا كردان جند بغتاكبي آلا كردان راوي كرد را بويا سرفي وشيران بابقي نخيبكن راجي جيخان بابقي نخيبكن راجي جيخان كسنا بكردن مرن كسنا بكردن مرن كل جندن جند بغتاكبي آلا كردان جند بغتاكبي آلا كردان كردنون هب حاضر آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيف تي في الأكارم. في الوقت الذي يتسابق فيه العالم المتحضر اليوم لغزو الفضاء وحجز بيوت سكنية على المريخ، لا يزال هناك في عالمنا الشرق الأوسطي أو ما يسمى بالعالم الثالث أو الأصح العالم العاشر يجادل حول حرمة عمل المرأة أو مشاركتها في الثورات الوطنية بجانب الرجل أو حتى بحقها في اختيار شريك حياتها. ونعلم أحبائي الأفاضل إن هذه العادة أو النمط الاجتماعي ولا نقول الثقافي مستمدة من تراث الفكر أو العقلية العربية الجاهلية، حيث كان وأد البنات تعتبر إحدى عناوين البطولة والشموخ عندهم، ويليهم بذلك الفرس والترك لتمازج عقائدهم مع الإرث العربي المعتبر بأن المرأة ضلع أعوج وناقصات عقل ودين. ووفق ذلك النهج تعاملت الحكومات والمعارضات العربية مع المرأة ودورها فيما يسمى بالربيع العربي، وبعكس المرأة الكردية التي لا تقل عددهم عن الرجال في معظم الثورات والانتفاضات الكردية على امتداد مساحة وطننا الكبير، وناهيك عن مشاركاتها الفعالة الكاملة مع الرجل، سواء كان أب أو أخ أو زوج أو ابن في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وذلك كان حال معظم المكونات القومية الأخرى في المنطقة كالأمازيغ والكلدان والآشوريين والسريان وغيرهم، والتي كلها سنناقشها في حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفتينا العزيزتين الأستاذة نوميديا جروفي، وهي شاعرة وكاتبة وباحثة وناقدة وإعلامية أمازيغية جزائرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نوميديا، نورتينا. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخيرات، وشكرا لكم لهذه الاستضافة الكريمة، ونتمنى نكون عند حسن متابعينا الأكارم. شكرا، نورتينا. كما نرحب باسمكم جميع المشاهدين الكرام بالأستاذة نجاح هوفك، وهي كاتبة ومحامية وناشطة نسائية كردية سورية معروفة وزميلة إعلامية معنا في قناة بيف تي في. أهلا وسهلا الأخت نجاح، نورتينا. أهلا
أهلا وسهلا أستاذ سليمان، وأهلا بالمشاهدين الأعزاء وبالعزيزة الصحفية الجزائرية نوميديا جروفي. وأتمنى أنه نكون في هذه الحلقة عن حسن ظن الجميع ونقدم ما هو مفيد يعني للمرأة وللمجتمع أيضا. شكرا كثير. عفوا، كما نرحب باسمكم زميلتي العزيزتين وباسم كل مشاهدينا بمن هم وراء الستار، الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، والأستاذة يسرى زبير، والزميلة رقية حاجي أحمد من وراء الكنترول، ستار بالكنترول. كل الشكر لهما. أستاذ نوميديا، يعني السؤال الأول فعلا يعني تقليدي ويزعجني شخصيا أن أطرحه، ولكني مجبر بطرحه لكوني ابن منطقة ذات سكان عربية غالبيتهم عرب من العرب ما زالت لليوم تنظر للمرأة وكأنها سلعة تجارية أو جسد جميل خلقت لإشباع غرائز الرجل الحيوانية، وهي ماركة خاصة له. وعلى ذلك الأساس أو النهج قيدت حركتها وكل نشاطاتها، وخاصة النضالية والسياسية التي ربطتها بموافقة الرجل، والتي قزمت وحددت دورها فيما يسمى بالربيع العربي. هل توافقينني على ذلك؟ بصراحة يعني أوافقك 100%. أنا موافقة يعني على كل كلمة أنت قلتها. المرأة يعني بصراحة ممنوعة من الحديث في أغلب المواضيع، حتى أنها مثلا لإبداء رأيها في أبسط الأمور يعني بالنسبة إلها يعني يعتبر إحراج، يعني ممنوعة تفكر بالرغم من تحررها في معظم المجالات، لكن نقول أن المرأة لا زالت تحت سيطرة القيود والعادات والتقاليد في المجتمع العربي. حتى الكاتبة مثلا أو الشاعرة يعني لا يمكنها أن تتجاوز بعض الحدود في الكتابات. تعتبر يعني ما زالت يعني تحت يعني قيود مقيدة. يعني المرأة لم تتحرر بصراحة، لم تتحرر لوقتنا هذا، لم تتحرر بالرغم من مشاركتها يعني في معظم الانتفاضات في الوطن العربي بالربيع العربي، يعني لكنها ما زالت يعني تحت سيطرة الرجل بصراحة. في هذا الوقت وكما قلنا العالم يتسابق إلى حجز بيوت سكنية لها على المريخ، هناك من يعتبر المرأة عوراء وكثيرا. طبعا السؤال يعني كونك أمازيغية جزائرية، هل هناك تشابه ما بين العادات والتقاليد أو الرؤية المشتركة ما بين الأمازيغ والعرب؟ هل الأمازيغ نفسهم، المرأة عند الأمازيغ تعتبر عوراء أيضا؟ المرأة مثلا هنا بالجزائر، المرأة الأمازيغية لا يعني مختلفة اختلاف تاما مثلا عن المرأة مثلا بالجزائر أو هنا بولاية تلمسان. المرأة مثلا في البجاية أو في تيزي وزو، يعني أنا أرفع لها التحدي، يعني أحييها من الأعماق، لأنها تشارك الرجل في كل شيء. يعني حتى مثلا في تزيين الشوارع، لو في مثلا قرية بتيزي وزو يعني تعتبر من أروع وأجمل المناطق بالجزائر، المرأة شاركت في تزيين الطرقات، شاركت في غرس الأشجار، شاركت في حتى في البناء مع الرجل. يعني بصراحة المرأة الأمازيغية يعني لا تشبه المرأة العربية بتاتا، يعني بكل صراحة. تماما. أستاذ نجاح، أيضا هل تلاحظين هناك تشابه بالرؤى ما بين العربي والكرد من حيث المرأة؟ نحن نعرف، أنا ابن بيئة كردية، منذ طفولتي أنظر إلى أمي وإلى ستي كانوا يستقبلون الضيوف. من حيث العادات الاجتماعية لم نلاحظ أي اختلاف بين المرأة والرجل، كانت تشارك العمل حتى في التربية الوطنية. كانت ستي دائما تقول: إذا كنت تحب البرزاني فأنت كردي. حتى هذا المقولة كنا نسمعها منها يعني. وكانت تقعد مع الرجال يعني بالمضافي بالأوضة في 50 رجل، الست كانت لها كلمة يعني. هل هناك فعلا نفس الرؤى ما بين العربي والكرد للمرأة؟
سؤال حلو كتير، لأنه الشعب الكردي بصراحة هو يعني شعب مركب، يعني ذو طبيعة مركبة. بتلاقيه إنه هو شعب عشائري، الفكر يعني ذو فكر ذكوري بامتياز، من خلال كثير من الممارسات، مثلا من مشاركة المرأة في الحياة أو في القيادة. بنفس الوقت تلقى أن المجتمع الكردي منفتح بشكل كبير بالنسبة للمرأة، يعني ما فيها الانعزالية للمرأة في المجتمع الكردي. الاختلاط شيء طبيعي جدا في الحياة الاجتماعية، يعني مثل ما قلت أنه في الأسرة المرأة تستقبل الضيوف حتى لو كان الرجل غير موجود، تشارك في الزراعة، تشارك في القرارات، تشارك في تزويج بناتها أبنائها، في أمور يعني كثيرة. إذا رجعنا للتاريخ، إذا سمحت لي طبعا، يعني إذا في نقطة مهمة جدا، يعني إنه في هذا الشعب اللي ذو طبيعة عشائرية، قديش إنه برزت في نساء كنا قائدات، يعني قائدات للجيوش وقائدات للقبائل. طبعا الأمثلة كثيرة ممكن ذكرها أو ربما إذا ما ذكرناها مشان ما نظلم يعني البقية، أنه الأمثلة كثيرة جدا في القرون الماضية. في فرق طبعا، يعني امتاز الشعب الكردي نوعا ما أنه بمكانة المرأة هي مكانة متميزة. وحتى الشعب الكردي يعني في كثير، خاصة أنصار اللي بينادوا بين المساواة، يعني المساواة بين الرجل والمرأة، يعني المساواة بين الجنسين، يتفاخرون بهؤلاء النسوة اللي برزوا واستلموا القيادات في المجتمع الكردي. على سبيل المثال بدي أذكر مثال كثير حلو، أنه في بعض القادة أو حتى بعض الناس يكنون بأمهاتهم، يعني وليس بآبائهم، على عكس المجتمع الذكوري أنه لازم يكن بأبيه وبأجداده وبنسبه من أبيه. يعني الموضوع هون كيف ممكن أنه في خطين متوازيين، في خط متوازي بالمرأة بتكون فيه ممكن تكون مساوية للرجل في بعض الأمور، وفي خط آخر هو بنية هشة طبعا مبنية على الفكر الذكوري، في تمييز. يعني ليس هناك، أنا ما بوافق بهالشيء أستاذ سليمان أنه والله المرأة في المجتمع الكردي هي مساوية تماما للرجل، ولكن في بعض الأمور فعلا هي مساوية للرجل، وهذا ما امتاز في الشعب الكردي. يعني حتى لما اجى الإسلام ما فرض على المرأة أنه تلبس العباءة، ما فرض عليها الانعزالية. وفي بعض الحالات الرجل غير مساوي للمرأة كمان. ممكن جدا، ممكن جدا. هناك نساء يعني تدير المنزل ويكون لها كلمتها، حتى ممكن نوعا ما إذا صح التعبير بتكون أعلى من كلمة الرجل، ممكن جدا. المقصد أنه ما كان عندنا يعني هالنظرة الدونية للمرأة، ما كانت تعتبر درجة ثانية، كانت كل حقوقها. وإلى هذا اليوم يعني إلى هذه الساعة نعرف أنه بالثورات، خاصة بالحالة النضالية الوطنية، كون الكرد يعني وطننا محتل منذ أكثر من 5 قرون، يعني فكانت هناك دائما عشنا في مراحل وإلى هذه اللحظة ثورية ونضالية. لا تقل نسبة مشاركة النساء بالثورات الكردية عن الرجال يعني تقريبا. يعني إذا حكينا على السؤال إلي تمام، تفضلي. المرأة الكردية إذا جينا على الثورات، يعني هي شاركت بالثورات قديما وإلى الآن، والتاريخ طبعا يشهد لهالشيء، انه المراه يعني حملت السلاح ايضا بجانب الرجل في الحركات التحرريه. يعني في حركات تحرريه البرزانيه، حركات تحرر، ثورات، كل الثورات اللي قامت في النسبه للشعب الكردي، يعني المراه كانت حاضره وبشكل واضح جدا، حملت السلاح وكانت تمدهم بالامدادات، كانت تعالج الجرحى، كانت تفتح البيوت للهاربين من السلطة. هالأمور كلها كانت موجودة والمرأة كانت حاضرة، المرأة الكردية. ليش؟ لأنه في هون طبيعة الشعب الكردي لا تختلف فيها المرأة عن الرجل بالنسبة للشعور القومي بالاضطهاد. يعني مو معقول أنه تصير حركة تحررية والمرأة تجلس في البيت وتتفرج على الرجل ولا تشارك فيه.
وهي طبعا يعني هالشيء كان واضح لما في الثوره اذا حكينا الثوره اللي صارت بسوريا، نفس الشيء المراه كان وجودها وحضورها كان لافت جدا في هذه الثورات. يعني في البدايه انطلقت للشوارع وقامت بالتظاهرات وعملت ما شاركت في العمل السياسي. طبعا العمل السياسي كانت تشارك فيه سابقا، ولكن صار مشاركه أقوى وفعالة أكثر، شاركت في العمل المدني بشكل كبير. هذا طبعا تختلف فيه عن الممكن جدا. وحكمت حتى على مصر عبر الفراعنة، عبر التزاوج، حكمت حتى في مصر تاريخيا. يعني كانت المرأة الكردية لها دور كبير. أستاذة نوميديا، نعود إليك. يعني أنا واحد من الناس يعني دائما كذا مرة حكيتها في محاضرات وفي حضور ندوات عن تأسيس اتحادات نسائية. قلت أنا كل من ينادي بتحرير المرأة وكل من يؤسس اتحاد نسائي هو ضد المرأة، وأنا ضدها. يعني بحد ذات تأسيس أي اتحاد نسائي أو أي عمل تخصيص تخصص المرأة أو تميزها فهي لا تخدم المرأة، إنما تزيدها اضطهادا. لماذا لا نطالب بتحرير المجتمع بدل تحرير المرأة؟ الحياة مشتركة أو مكونة من الرجل والمرأة، فلماذا نخصص اتحاد نسائي خاص للنساء؟ يعني هل أرى ذلك انتقاصا من قيمتها بدل أن نطالب بحقوقها؟ الحقوق لا ننالها إلا إذا كان مجتمعا متحررا كاملا. هل توافقينني ذلك؟ صح، يعني أوافقك. المرأة يعني في الوقت الحالي، يعني أنا يعني من طرفي لما لا تطالب يعني بالحرية، لأن الحرية يعني تجعل مثلا تخليها مثلا محتقرة. فأنا مثلا أطالب مثلا في مجتمعنا الحالي ما تزال المرأة مثلا تعاني من العنف الأسري، تعاني مثلا من العنف في بيتها، تعاني من العنف مثلا في الشارع، في العمل. فلا تطالب بالحرية. الحرية تزيدها اضطهادا كما قلت أستاذ سليمان. لماذا لا نطالب مثلا بالتساوي، يعني في التعامل مثلا كما يعامل الرجل تعامل المرأة؟ يعني لا تعامل مثلا على أنها مثلا كما قلت في البداية أنت كأنها ضلع أعوج، يرونها مثلا أنها ناقصة دين، ناقصة عقل، مع العلم أنه مثلا أغلب القرارات وأغلب المؤسسات وأغلب الوزارات، يعني المرأة الآن أصبحت مثلا مديرة، وزيرة، تعمل في القنصلية، هي تدير مثلا أغلب الأمور، لكنها تعاني دائما مثلا من نقص بسيط يراه فيها المجتمع. بصراحة هيك. تمام. لنعود إلى موضوع الحلقة، الربيع العربي. كلنا نعلم، وتحية لروح البو عزيزي التونسي، كان مفجر الربيع العربي. طبعا هي بالأصل على فكرة يعني في اختلاف كبير أنه ربيع عربي أو مش عربي. يعني لو نجي على الربيع وانتفاضات كانت في 2014 أظهر تحديدا الانتفاضة الكردية المعروفة، يعني التي انطلقت من قامشلو، ولولا آنذاك وقفوا إلى جانبنا شركائنا بالوطن الإخوة العرب لكانت الانتفاضة، كانت وضع سوريا مختلفا جذريا. يعني لنبدأ بتونس. عائلة بو عزيزي الذي انتحر واعتبر شعلة الثورة أو الربيع العربي. عائلة بو عزيزي الآن مهاجرة تعيش في كندا. هل الثورات أو الربيع العربي حقق حرية المجتمع، ولا نقول المرأة؟ يعني إذا قلنا المرأة فاستثناء حرية المجتمع أو ما يصبو إليه الشعوب في تحقيق كرامتها الإنسانية والوطنية. السؤال تماما لك أستاذ نوميدي. بصراحة نعم، الربيع العربي يعني حقق نجاح. لماذا؟ لأن النساء مثلا عندما قررنا التغيير تحولنا من كونهن ضحايا إلى قائدات، كما مثلا حدث. لو نتحدث مثلا عن التاريخ القديم،
فالملكة دي هي قادت شعوبا، قادت يعني كانت تصول وتجول بفرسها مثلا من شرق المغرب العربي إلى غربه، يعني ولا واحد مثلا يوقفها بالطريق. نتحدث مثلا عن تنهينان أميرة الصحراء، يعني قادت قبائل ووحدت مثلا الساحل الإفريقي. وعندما نتحدث مثلا عن الربيع العربي، فكما قلت أنت ثورة البوعزيزي يعني كان لها صوت وصدى كبير، لأنها هي التي حققت تلك الشعلة. يعني العالم العربي كان يعني على صدى، يعني صدى شفرة من الغضب، يعني كان كلهم مثلا كانوا على فوهة بركان، الكل كان سينفجر. تونس لعبت المرأة مثلا دور أساسي في إنجاح ثورة الياسمين وإسقاط نظام بن علي، حيث كانت مثلا ندخل مثلا بعض الأسماء، مثلا أسماء حمدي التي هي شابة في منتصف العشرينيات، ولم تفوت أي يوم من أيام تلك الثورة إلا وخرجت تدافع عن حقها، ولم تدافع عن حقها مثلا وحدها، كانت تدافع عن حقها في الحياة وعن حق شعبها كلهم. حيث قالت مرة يعني في حديث لها، لم يكن ثمة مثلا فرق مطلق بين الرجل والمرأة، فقد صنع الياسمين رجال تونس ونساؤها، ولقد كنا في الميادين نواجه الرصاص من رجال، بل ونحن على أكتافهم نهتف من أجل الحرية. كنا مع الشباب في الصفوف الأولى نحتمي بهم ويحتمون بنا، حيث كان يجمعنا هدف واحد وهو إسقاط الظلم. يعني الشاب لما خرج في كل الشعوب العربية لما خرجت في انتفاضاتها لم تطالب مثلا بحقها وحدها، كل الشعب مثلا نساء ورجال كانوا يطالبون بحريتهم، كانوا يطالبون بالمساواة، كانوا يطالبون بالعدالة، كانوا يطالبون مثلا يعني هل مجتمعاتنا العربية لو نتحدث مثلا بصراحة كلها تعاني من التعسف، تعاني من الاستبداد، تعاني مثلا ما زلنا نرى الرشوة، ما زلنا نرى مثلا الظلم. ولهذا مثلا كان الربيع العربي انتفاضة حققت، يعني لا نقول أنها حققت 100% مبتغى الشعب، لكنها وضعت النقاط الأساسية مثلا للحكومات الظالمة ضد شعوبها، وأسقطت مثلا بعض الأمور. وهو ده الجواب. طيب فيما يسمى بالمغرب العربي، هل الأمازيغ بعد الربيع العربي اختلف وضعهم إلى ما قبل الربيع العربي؟ هل تحسن وضعهم والاعتراف بحقوقهم وأوضاعهم وتحسين أوضاعهم؟ نستطيع أن نقول نعم، كما نستطيع أن نقول لا. مثلا في الجزائر لم يعني في الوقت الذي كان فيه الربيع العربي مثلا في ليبيا ومصر وسوريا، يعني احنا هنا بالجزائر لم يكن عندنا الربيع العربي. احنا مثلا في 1980 كان عندنا الربيع الأمازيغي. الربيع الأمازيغي جاء مثلا في منطقة القبائل ضد الحكومة الجزائرية، انطلقت شرارتها في جامعة تيزي وزو في نيسان 1980، بعد أن منع الكاتب مولود فرعون من إلقاء محاضرة تتحدث عن الشعر الأمازيغي داخل الجامعة، ومن هنا انطلقت الشرارة. يعني انطلقت شرارة الشباب، ويعني حدثت فوضى بصراحة. وبعدها في 1994 أعلن الشعب أو الأمازيغ بصفة عامة بما يعرف بإضراب المحفظة، وقاطعوا انتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 1995، وحقق لهم هذا الإضراب حق التدريس مثلا اللغة الأمازيغية في المدارس، لأنها كانت ممنوعة، يعني كانوا يعتبرونها لهجة لغاية ما ترسمت، يعني حتى الهلة يعني ترسمت بالدستور الجزائري الحالي الذي يرأسه الرئيس عبد المجيد تبون. لكن مطالبهم يعني في الماضي في التسعينيات يعني كانوا مقهورين، الشعب الأمازيغي كان منعزل، ومطالبهم في 1995 يعني حيث أن مطالبهم متصلة بالاعتراف الرسمي والدستوري باللغة الأمازيغية التي ظلت مهمشة، ومما دفعهم إلى تنظيم أكبر مسيرة وأطولها من مدينة تيزي وزو إلى العاصمة الجزائرية في 14 يونيو 2001. أو تلك المسيرة يعني عرفت بما يعرف بالربيع الأسود الدامي، لأنه استشهد فيها 126 يعني شهيد، يعني كل مرة يعني فيها ذكرى سنوية يستذكرون بها تلك من الأمازيغ، المجزرة الدامية. استشهدوا الشهداء من الأمازيغ.
أي 126 شهيد، يعني بصراحة 126 شهيد، حتى أنهم جسدوا للأسف، يعني أنا ما فيني أبعث صورة، جسدوا صورة الرئيس المخلوع بوتفليقة، يعني كل، يعني هو وجهه، لكن لو تحقق الصورة يعني كل الشهداء 126 شهيد يعني جسدوها في صورته، يعني بصراحة لأنه يعني هالمجزرة يعني صارت يعني في وقته. والربيع الأسود هذا يعني دفع بالرئيس المخلوع يعني المستقيل تحت يعني تحت يعني إرادة انتفاضة الشعب الشعب، إرادة الجزائري، الشعب. أي بإرادة الشعب، إلى إعلان الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية بعد أن عدل الدستور. يعني الشعب يعني لما يعني فرض رأيه نال حقوقه بصراحة. لكن لو نتحدث مثلا عن الربيع العربي بالجزائر، يعني في تلك الحقبة نحن لم نعيش الربيع العربي لغاية يعني 2019، حيث يعني عشنا حراك، يعني بصراحة يعني الحراك الذي لم تسل منه ولا قطرة دم، حيث مثلا ما زلت يعني أعتقد بأن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي اعتبر أن الثورة الجزائرية مثلا من أنجح ثورات الربيع العربي. والحراك الجزائري يعني في 2019 اعتبر الربيع العربي برقم 2، حيث هو قال لو قمنا بالمقارنة بين الثورة الجزائرية وبقية الثورات العربية سنلاحظ أنه في الجزائر لا توجد دماء ويوجد تنظيف للشوارع بعد المظاهرات بصراحة. يعني حتى أن الرئيس يعني أنا أسميه الرئيس المخلوع بوتفليقة يعني المستقيل يعني تحت ضغط شعبي استمر لأسابيع كثيرة. نحن لن أقول أسابيع لأنها استمرت لأشهر كثيرة. يعني كل جمعة الشعب الجزائري يخرج في مظاهرة، حتى أسقط يعني أنا لا أقول النظام، لكنه يعني لم يقبل أن تكون هناك عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، وحدث يعني حدث ما أراد الشعب، لكن لم تصل ولا قطرة دم، يعني بصراحة يعني وإن شاء الله نرى الأمازيغ كما إن الكرد شاء الله، ننشد أنه إن في شاء الله يا أحرار رب، يخدمون إن شاء وطنهم الله، وطنا إن حرا شاء الله يا رب. كريما. أستاذة نجاح قالت نوميديا أنه كان الربيع الأمازيغي، والآن وتحدثت عن الربيع الأمازيغي. أتمنى أنه لو تتحدثين عن الربيع الكردي، عن الانتفاضة الكردية 12 آذار، كانت يوما عظيما. لولا ما يعني خلينا نكون واقعيين، لولا تخاذل أو خيانة شركائنا بالوطن معنا لكانت الآن سوريا وكل يمكن المنطقة، لأن سوريا عمود الفقري للمنطقة، كانت كل منطقة الشرق الأوسط بألف خير. يا ريت لو تتحدثين بلمحة عن دور المرأة ومشاركة المرأة في الانتفاضة الكردية، وخاصة نحن أمام أقل من شهر في استعادة ذكراها. ذكرى 12 آذار. طبعا الشيء الذي يخفى على ربما العالم العربي أو على الآخرين أنه الكرد قاموا بانتفاضة وكان لهم ربيعهم الأول في 12 آذار، لما الشعب كله طلع يعني برجاله وبنسائه بأطفاله، وخرجوا يرفضون الظلم الواقع على الشعب الكردي. وطبعا المرأة الكردية يعني هي كانت في المقدمة، والكل يشهد في ذلك أنه المرأة الكردية لما طلعت للشوارع ما كان تختلف برفضها، بمقاومتها، بشعاراتها عن الرجل الكردي. كانت جنبا إلى جنب مع الرجل الكردي مع أخيها وزوجها وابنها تماما. يعني هي فعلا حتى الأطفال الصغار يعني طلعوا كلياتهم، لأنه هذا الشعب من عقود يقمع. يعني هي أنا بدي أقول كلمة على كلمة الحرية. طبعا ننظر إلى الحرية، كل ينظر بمنظار آخر. طبعا هناك فرق بين الحرية مع القوانين والدساتير اللي تحمي حرية الإنسان، تحمي كرامة الإنسان، وبين الحرية التي يستخدمها الغير لقمع الإنسان بشكل أو بآخر.
أنا مع الحرية تماما، ولكن الحرية المقننة بالقوانين والدساتير اللي تحفظ حقوق الإنسان. للأسف يعني نحن مثلا في سوريا كشعب كردي يعني نقع في تحت سلطة القانون ونقمع بالقانون. يعني كل القوانين اللي اجت على المناطق الكردستانية، الروجافاي كردستان، يعني هي كانت جايه مشان تقمع الشعب الكردي. روجافاي كردستان يعني الحزام العربي. نعم، روجافاي كردستان يعني اقليم كردستاني، اقليم كردستان سوريا. ونتمنى ان يكون اقليما كردستانيا سوريا، او نتمتع بالحقوق التي يعني نحن عم نبتغي لها أستاذي الكريم، لأنه دائما هناك الحالة السياسية هي اللي تفرض المطالب اللي نحن بنطالب فيها. بتصور حاليا هي المطلب الفيدرالي هو المطروح حاليا. نتمنى أنه يكون يعني تجربة ناجحة أو موفقة في الأيام القادمة. لنخرج من الثمانينات أستاذ نجاح، لنخرج من الثمانينات، يعني خلينا نكون بما حققه الانتفاضة الكردية. ولماذا يعني الأمازيغ انتفضوا والربيع الأمازيغي جعلوا اللغة الأمازيغية لغة رسمية؟ لماذا لم تنجح الانتفاضة الكردية بجعل اللغة الكردية لغة رسمية ثانية في البلد؟ طبعا دائما أقول بأن الثورات إذا لا تسرق من أصحابها فإنها ستنجح بالتأكيد. لماذا؟ لأنه الثورة لا تأتي من فراغ. انتفاضة 12 آذار ما اجت من فراغ، اجت نتيجة القمع، اجت نتيجة دكتور بلال غازي الغرعان يحييكم. دكتور بلال غازي الغرعان وكثيرين من المشاهدين الكرام زملائنا في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين يحييكم ويحيينا الأستاذة نوميديا. أهلا، نورتنا مرة أخرى. تفضلي أستاذة نجاح. ونحن نحييهم كلياتهم، يعني بيسعدنا طبعا أنه يشاركونا بهالنقاش. نرجع لموضوعنا، أنه ليش الشعبي بينتفض؟ يعني لما الشعبي بينتفض أكيد بيكون مقموع وبحاجة لأنه يقول رأيه. نحن الشيء اللي كان بسوريا للأسف ولا يزال هي قمع الحريات، هي قمع المطالبة بالحقوق الأساسية للإنسان السوري، وكان مزدوج بالنسبة للإنسان الكردي. فلما اجت الانتفاضة 12 آذار كان لها تأثير كبير على الشعب الكردي من نقطة مهمة جدا، أن الشعب إذا ضغط عليه ليس هناك أي قوة ممكن تمنعه. الشعب الكردي انطلاقة الانتفاضة طلعت من القامشلو وامتدت لكل المدن الكردية في الجزيرة الكردية. هذا دليل أنه الشعب الكردي يحين للتحرر والانعتاق من هذا النظام. ولمدة 16 يوم رفعت علم كردستان فوق كوبني ولم يبقى جنديا من النظام السوري آنذاك في 12 آذار بعد. بالتأكيد وكانت انتفاضة شعبية بامتياز. لم تكن هناك أحزاب سياسية تقود هذه الانتفاضة. المرأة كيف كانت؟ المرأة كيف شاركت؟ المرأة مثل ما قلت لك هي شاركت جنبا إلى جنب. بالعكس يمكن الشعب الكردي دائما يمد طاقته من وجود المرأة إلى جانبه. يعني لما المرأة تطلع بالشوارع وتطلع وتجابه الرصاص الحي، الشعب الابن والأخ والزوج راح تكون شجاعته مضاعفة. هاي نقطة. النقطة الأخرى أنه هل النساء عوملوا مثل ما يعامل الرجال، يعني اعتقلوا. أنا بدي أحكي لك عن قصة وكمثال طبعا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، المرأة الكردية اللي اعتقلت في ديرك، ظلت 1.5 سنة في سجون النظام، تعذب وتضرب يوميا حسب أقوالها، يعني يوميا من قبل النظام السوري. فالمرأة مشاركتها كانت ولم يخلو يوما ما سجن سوري من وجود النساء والمناضلين الكرد، يعني منذ تأسيس الدولة السورية وخاصة بعد الحقبة النصرية ولهذه اللحظة هناك مناضلون. بالتأكيد أستاذ سليمان، لأنه هناك شيء دائما يقال، هناك نوعين من الدولة الظاهرة والدولة العميقة.
وللأسف في الدول الأوروبية بنشوف الدولة العميقة هي التي تدير الدولة وتجعلها متماسكة وتجعلها يعني واقفة على إجريها مشان ما تنهار في أمام أي سبب ممكن أنه تنهار هذه الدولة سواء كان السبب داخلي أو سبب خارجي. ولكن بالنسبة للدولة السورية للأسف الدولة العميقة شو كانت؟ هي لقمع الحريات، هي كانت لاعتقال المناضلين، اعتقال المخالفين في الرأي، الاعتقال الذين يرفضون هذه الهيمنة الأمنية. يعني الأمنية، الدولة الأمنية اللي مسكت الدولة السورية من الرقبة ومن كل جسدها، للأسف هي كانت لقمع الشعب السوري بكل مكوناته وخاصة الشعب الكردي، وبس مشان يضلوا بالسلطة. فال 12 آذار فعلا كانت هي محور يجب أن نقف عنده، ولكن للأسف شركائنا في الوطن لم يؤيدونا. أنا هنا يمكن بدي أقول شغلة مهمة كثير أستاذ سليمان إذا سمحت لي، إنه نحن لشركاتك بالوطن، كلمة للنساء السوريات اللي رفضوا، اللي ما شاركوا، شركائنا بالوطن ما شاركوا معنا بالانتفاضة 12 آذار 2004. شو بتقولي لهم للنساء اللي حرائر سوريا؟ شو بتقولي لهم؟ انه هل الفيدرالية هو الحد الأعلى؟ نحن دائما السياسيين نقول الفيدرالية هي الحد الأدنى للحقوق القومية الكردية في سوريا. ماذا تقولين لزميلاتك، لأخواتك، شركائك بالوطن من النساء السوريات؟ والله كنت حابة إنه هيك بالتدرج لهالموضوع، بس ما زال أنت سألتني هالسؤال. أنا بدي أقول لكل شعب، لكل امرأة سورية ولكل سوري يريد أن ترجع سوريا. طبعا لا نريدها أن ترجع كما كانت، لا، لأنه هي ما كانت بخير، لأنه لو كانت بخير أكيد ما كان في ثورات، ما كان في هالثورة للشعب السوري. أن تصبح ثورة، أن دولة فعلا دولة تعددية، دولة تحفظ كرامة الإنسان. وأنا بنادي هالنساء السوريات طبعا، ونحن هلا الشيء جميل جدا إنه هلا في حركات نسوية سورية وحركات نسوية في العالم العربي كلياتها بتنادي بالمساواة بين الإنسان والإنسان. طبعا بتنادي بين الرجل والمرأة وبين المساواة بين الإنسان والإنسان. عم قلنا نحن كمان بشر، من حقنا ككرد، نساء كرد ورجال كرد وشعب كرد، انه نكون لنا هويتنا اللي بنعتز فيها والشكل الحكم اللي نحن بدنا اياه بدون ما نتعدى على حقوق الآخرين. وطبعا اي حركه تحرريه اكيد بتكون ناقصه اذا لم تؤازر الحركات التحرريه الاخرى. يعني اذا المراه السوريه او اي امراه في العالم اذا هي ما بتناصر مثلا المراه الامازيغيه او المراه الكرديه او المراه الافريقيه او اي امراه في العالم، طبعا المراه ليس ككائن، اقصد كمكون او كموجود، يعني كجندر، انه هل النساء في العالم لا يمكن أن تكون فعلا امرأة حقيقية تنادي بالمساواة الإنسانية، بالمساواة بين الجنسين، إذا لم تناصر شريكتها في الوطن. لذلك هي دعوة فعلا أتمنى أنه هالدعوة تصل لكل نساء العالم والنساء والمرأة السورية بالذات، أنه نحن نشترك معا في قضايا كثيرة ومنها قضايا التحرر. ونأمل ذلك. أستاذة نوميديا، نعود إليك، وأنت باحثة وشاعرة، ونتمنى بداية، يعني كان لي سؤال ولكن نتمنى أن نسمع قصيدة منك عن الكردي وكردستان. بعرفك أنت لك قصائد عن شعبنا الكردي ونحن نفتخر بك، يعني شاعرة كبيرة بيننا. شكرا. إذا في مجال بكل تأكيد. يعني القصيدة اللي مثلا أنا كتبتها مثلا مثل ما حكت الصديقة والأخت الرائعة يعني والغالية نجاح بخصوص مثلا هاي الثورة مثلا في كردستان وفي سوريا، في سوريا بالضبط. يعني كان فيه مثلا شهيدة بارين، يعني أنا لسه بتذكرها، يعني هاي راح تصير مثلا الذكرى الثالثة لاستشهادها. كتبت قصيدة تقول: اللب أبارين، التي ترجمت إلى اللغة الكردية السورانية والكرمانجية. أقرأ القصيدة: اللب أبارين، تنحني لك الجباه أيتها الشهيدة،
ترفع لك الأيادي وأنت حمامة بيضاء، تبكيك النساء، يبكيك الرجال، شوهوا جثمانك لكن روحك نقية، جسدك طاهر، بطروا رمز الأنوثة لديك وأنت بألف رجل، تفاخر الأوباش بتعريتك، تسابق الوحوش لتصوير جثتك، لكن على ماذا حصلوا؟ خسارتهم، هزيمتهم، ضحكتك البريئة عليهم، لأنك انتصرت عليهم، لأنك هزمتهم في عقر دارهم، لأنك أنت اللبؤة وبك نفتخر. لم يفرحوا بقتلك لأنك الرابحة بشجاعتك وقلبك وروحك. عشت أبية بقلب أسد لا يهاب الموت، وغادرتنا شهيدة قديسة. هذه قصيدتي بخصوص الشهيدة اللبؤة بارين. وأنت ضيفة عزيزة علينا. نعود إلى السؤال السياسي. أستاذة نوميديا، نعلم هناك مشاركة أو تمازج ما بين الألم الكردي والأمازيغي، فالشعبين تعرضا إلى أبشع أنواع الاضطهاد والعنصرية، حيث حاول وما زال هناك أو تقريبا كل الأنظمة العربية ترفض فكرة الدولة الكردية، الدولة الأمازيغية، رغم أنه العرب كانوا بعيدين كل البعد عن المغرب، سموها المغرب العربي يعني، نتيجة الغزوات هم سموها فتوحات الإسلامية، إن كانت غزوات، وكانت أمازيغ لها دولة ولغة مرفوضة من كل الأنظمة العربية. وكذلك اسم كردستان هو رعب يرهب كل طغاة شرقنا الأوسط. نقاط الاختلاف والاشتراك، هل في الربيع العربي ما ترينه أنه سينال الكرد والأمازيغ بعض حقوقهم القومية طبعا؟ أتمنى ذلك. مثلا لو نقول أن في شعوبنا مثلا العربية أو في حكومتنا العربية هناك 3 نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية: الحرية وتمكين المرأة ونقص المعرفة. لأن الربيع العربي لم يكن انتفاضة فقط من أجل حقوق المرأة أو حقوق النساء بصفة عامة فقط، كان ولا يزال من أجل الدفاع عن حقوق الجميع، ومن أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، ومن أجل إيجاد مناخ سياسي صحي تنافسي يشمل جميع المكونات. بصراحة كما قلت أستاذ سليمان، المرأة أو الشعبين الأمازيغي والكردي عانيا نفس المصير، وعانيا من القمع والتهميش. كما عربت وفرست اللغة الكردية، تعرضت مثلا اللغة الأمازيغية هي تعرضت اللغة مثلا الأمازيغية إلى التعريب، حتى أنهم لم يعترفوا بها لغاية يومنا هذا. هناك بعض الناس يقولون أن اللغة الأمازيغية غير معترف بها ويعتبرونها لهجة، لكنها لا تعتبر لهجة. يعني بصراحة يعني بالرغم من اعتراف الدستور بها، وبالرغم من تدريسها، وبالرغم من اعتراف الحكومة بها، حتى أن عندنا مثلا قنوات كما عندكم قنوات كردية، عندنا قنوات تتحدث بالأمازيغية، لكن الشعب يعني لا يعترف بها. يعني بصراحة يعني وأغلب المصاعب التي تواجه الأمازيغية بعد تجاوز العقبة السياسية هو اختيار طريقة كتابتها. فهي الآن تكتب بالأبجديات ال3. عندنا تيفيناغ في الجنوب الجزائري، حيث التوارق والتيفيناغ يعني نقول أن لغة الجنوب هو جاء من الملكة تنهينان، يعني في العصور القديمة، يعني لو نعود إلى التاريخ القديم. والأبجدية العربية في الشرق الجزائري ومنطقة الأوراس، يعني حتى أن اللغة الأمازيغية مثلا في الأوراس في الشرق الجزائري وعند القبائل يعني مختلفة. ومنطقة مثلا والأبجدية اللاتينية في منطقة القبائل مثل تيزي وزو، بجاية، بومرداس والبويرة. يعني هي مثلا هي اللغة الأمازيغية، يعني حتى الشعب يعني ما متفق. يعني عندنا 3 لهجات، يعني هي لغة تيفيناغ ولغة الأمازيغية مثلا الشاوية، واللغة الأمازيغية مثلا في بجاية وتيزي وزو. يعني بالرغم من يعني من اعتراف الحكومة، يعني لكن الشعب
يعني بصراحة الدستور معترف بها، تدرسها بعض المدارس، لكن بعض المناطق مثلا هي في منطقتي مثلا أين أعيش أنا، يعني لحد هلا يعني ما في مثلا لغة أمازيغية بالمدارس بصراحة. هي جوابي إذا لك. المقصد يعني لحد الآن لم يستفد، يعني فينا نلخص يعني من ما يسمى بالربيع العربي، لم يستفد الشعب الأمازيغي سواء في تونس أو في المغرب أو في الجزائر من كامل حقوقهم. تعتبر يعني بصراحة أستاذ سليمان لغاية يومنا هذا اللغة الأمازيغية يعني لا يعترفون بها كلغة، يعترفون مثلا بها كلهجة، يعترفون بها مثلا كلهجة متوارثة مثلا أب عن جد. يعني وهذا تفكير نابع من العقلية الشوفينية، من النهج الشوفيني المستمد منذ ربما قرون، يعني من الثقافة والتراث العربي الذي للأسف كان يتغنى بالذبح وفنون القتل وغزوات وإبادة الآخر، يعني كما أبيدت في الكرد والآشوريين في سوريا والعراق، وإلى الآن يقولون سوريا عربية، رغم أنه سوريا والعرب منبعهم الأساسي فقط شبه الجزيرة العربية واليمن. يعني صح يعني كم نفس الشيء مثلا اللغة الكردية، يعني أنا لا أتقنها يعني بطلاقة بصراحة، يعني لا أنطقها، لكن أكتبها أكتبها بالكرمانجية والسورانية. يعني أنا أشكر كثير يعني الأستاذ جلال زنجباري هربجي يعني عشتي هربجي. أي بعرف هربجي يعني، أي أو يعني بعرف يعني أكتبها يعني بصراحة، يعني أكتبها، يعني ما عندي أخطاء في الكتابة، لكن بالنطق يعني لا أعرف يعني كيف أنطقها مثلكم. أي نفس الشيء مثلا اللغة الكردية احتمال أنه فيه مثلا من يعرف مثلا يحكي بها مثلا أو يكتبها بالسورانية، لكن في أشخاص يعني لا يعرفونها مثلا بالسورانية، يكتبونها كرمانجية. يعني وحصل معي نفس الشيء لما مثلا كنت أجيب بتعليقات في أشخاص، عندي أصدقاء إخوة يعني أنا أعتز وافتخر فيهم، يعني من كردستان سوريا أو كردستان العراق، يعني لما أكتب مثلا بالسوراني أو أكتب بالكرمانجي، يعني في أشخاص يدخلون عندي مثلا على الخاص ويقولون مثلا أنت تعرفين لغتنا الأم وتكتبينها يعني أفضل منا، يعني ما ترتكبين أخطاء. يعني بصراحة للأسف يعني على فكرة يعني حتى وصل المعنى لعند، يعني اللغة الكردية تكتب باللغة اللاتينية، يعني حروفها حروف لاتينية للأسف نتيجة الاستعمار الطويل الأمد. صار هناك حروف باللغة أو اللغة الكردية تكتب بالحروف العربية. أستاذ نجاح، تماما أستاذة نجاح، قبل أن نسأل كما سمعنا من الشاعرة نومية، نسمع من الشاعرة نجاح هو كمان قصيدة عن واقع حال المرأة أو واقع الشعب الكردي، عن الانتفاضة الكردية. إذا حضر شيء حضرتك ما قلت لي قبل هلا إني حضر بصراحة. خليها شوي، هي مفاجأة يعني. معلش خلينا لازم يعني لأنه أنا ما حفظتهم عن ظهر قلب بصراحة، فلازم دور أنا لأنه قبل هلا كمان كان عندي قصيدة على بارين وقت اللي استشهدت، فأنا ممكن لبين ما بعد هالسؤال حضر قصيدة أكيد رح بدي ألقيها. بس حابة إنه أحكي عن المرأة اللي الكردية. طبعا أنا بشكر الأستاذة نوميديا على هالشعور وهالتفاعل مع الشعب الكردي، ولدرجة إنه تكتبي باللغة الكردية، هذا شيء مدعاة للفخر فعلا، وأتمنى إنه أنا كمان أتعلم الأمازيغية. فيا ريت هلا لا أعرف مع الأسف. نعم أستاذ سليمان، يا ريت لأنه القصيدة هلا مو جاهزة يعني عندي، بعد شوي بدي ألقيها. طيب سؤالي، نعود إلى السؤال. إذا عندك سؤال. نعم عندي أسئلة مش سؤال. سؤالي فضل. يعني في ظل فشل الثورة السورية، ما يسمى بالثورة أيضا، أنا لا أقول الثورة، كانت يمكن أيام أو شهرين ثورة، وبعدين انقلبت إلى أزمة وكارثة ومأساة. أستاذ نجاح، المرأة السورية
بشكل عام المرأة السورية، هل عندها قابلية أنه تكون بالمستقبل يعني دور ريادي في سوريا، أم ستكون قابليتها قبول الخضوع سيادة الرجل، أو إذا لم نقل عبودية الرجل، خاصة الرجل العربي معروف أنه المرأة عوراء، كلها عوراء يعني حتى بشكلها، وأنت أدرى مني في المواضيع هذا. هل الثورة السورية غيرت من هذه المفاهيم بعض الشيء؟ هو الثورة السورية يعني، أو في ظل ما يسمى بالربيع العربي إذا صح التعبير، طبعا الثورة السورية كانت فعلا ثورة سورية، وإلا لا يخرج الشعب يتظاهر ويتعرض للقتل هي طبعا قبل أن تسرق، قبل لما كانت سلمية. معروف أن الثورات إذا ظلت سلمية رح تكون قريبة عن الشعب ومطالب الشعب، ولكن لو سلحت رح تكون تابعة لأيديولوجيات ولمن يمول هذه الثورة المسلحة، طبعا إذا صح التعبير. هذا شيء آخر. ولكن الربيع العربي أثر بشكل مباشر على المرأة. بداية كانت هي عبارة عن سلسلة تظاهرات واحتجاجات، كان وجود المرأة فيها واضح جدا ومعروف حتى في الأوساط المقيدة بالتقاليد والمغلقة على أنفسها بسبب الطوائف الدينية وبعض العادات والتقاليد في المجتمع السوري، طبعا ليس ككل. أنا عم بحكي عن الشعب السوري ككل، بعدين بنجي على وضع المرأة الكردية، الطوائف الدينية والعقائد مختلفة تماما. الدينية والعقائد الشوفينية، مو بس العقائد الدينية والشوفينية والعقائد البنيوية تماما، العقائد الشوفينية. هلا إذا نحن اجينا على منظمة الاتحاد النسائي السوري، للأسف هي كانت منظمة رديفة لحزب البعث، مثل كل المنظمات اللي كانت موجودة والمؤسسات الموجودة في سوريا، هي كانت عبارة عن منظمات رديفة لحزب البعث الحاكم. يعني بنلاقي بس النساء الظاهرات، نجاح العطار، بوسينة شعبان، بعض النسوة اللي اجوا بالتزكية لاستلام من وزارة الثقافة والى اخره. ولكن هل المرأة كانت فعلا موجودة سياسيا في ظل حزب البعث؟ اكيد لا. لذلك الثورات هي تكسر القيود وتطلع الثورات الشعبيه ومنها الثورات النسائيه. بصراحه انا بقول انه الثوره السوريه بالذات هي كانت ثوره نسائيه بامتياز، يعني كانت ثوره نسائيه بامتياز لخروج المراه من قوقعتها، لخروج المراه تطالب بشيئين. يعني هي عندها فعلا نضال مزدوج، الرجل بيطالب بحريته كإنسان سوري، كإنسان بده يعيش، بده يشارك بالسلطة، بده يغير السلطة، والمرأة بتشاركه بهالموضوع وبتشتغل بطريق آخر. يعني بدها المساواة بينها وبين الرجل، بدها تكون فعالة في كل المؤسسات، بدها تتساوى في الدساتير في الدستور السوري. يعني حضرتك يمكن إذا أو الحقوقيين، أغلب الحقوقيين، وأنا عملت دراسة قبل هلا، أغلب على أهم القوانين اللي بتعمل تمييز بين الرجل والمرأة، أهم القوانين المجحفة بحق المرأة السورية في الدستور السوري. طبعا المرأة هلا بعد ما هي طلعت وكسرت هالحواجز، وبعد ما بتنادي بحقوقها، أكيد ما رح ترضى بالنزر اليسير او الغير موجود اساسا اللي كان تحت سلطه الدوله. طبعا في ناس رح يقولوا انه المراه كانت بتشتغل، طبعا المراه كانت في مجال التعليم ومجال الطبابه والتمريض كانت حاضره، ولكن في مركز القرار المراه السوريه لم تكن حاضره، ما كان لها وجود في مركز القرار. والمرأة السورية هلا ما بتصور بحسب الحركات التحررية أو حركات النسائية والنسوية الموجودة في سوريا لن تقبل أنه ترجع للخلف. في المستقبل لازم يكون لها دور في كمحامية. أستاذة نجاح، أنت كمحامية ألا توافقينني الرأي بأنه مجرد تشكيل اتحادات نسائية يعني وأنت إحدى مؤسسات الاتحاد النسائي الكردي، ألا تعتبرين تشكيل اتحادات نسائية هو عنف آخر ضد المرأة؟ يعني لماذا نخص المرأة؟ لماذا نخص يعني لماذا لا نطالب بتحرير المجتمع؟ يعني الرجل لم يصل، يعني الحياة كلها بدها إيجاب سالب وموجب، يعني
فالمجتمع إذا كان متخلفا، إذا كان مجتمع عشائرية، فيجب تحرير المجتمع. لماذا نخص المرأة؟ يعني فعلا يعني أنا أعتبر أي مطالبة بتأسيس إطار خاص للمرأة، اتحادات نسائية، جمعيات، ما بعرف شو، يعني هو نوع آخر من العنف ضد المرأة يعني. والله استاذ سليمان، يمكن في الاطار العام اقول لك فعلا تخصيص شريحه معينه بمطالب معينه ممكن انه تعمل تمييز، ولكن اذا كان هذا التمييز اساسا موجود فيجب محاربه هذا التمييز. وكيف رح نحارب هالتمييز؟ مثلا قبل ما في بدايه الحلقه قلت انه الشعب الكردي له خصوصيه معينه تجاه المراه، والمرأة حكمت مثل عدلة خان، مثل حفصة خان، شمسية خان، يعني صارت مثلا حكمت ولاية حلب شوا، صارت يعني عدة ولايات أو بالأحرى إمارات أو حتى قبائل المرأة الكردية صارت حاكمة فيها. ولكن هذه الامتيازات ما كانت لأنه هي إلها جهود لأنها مساوية للرجل، كانت إرث لزوجها لبين ما يتربوا أولادها ويمسكوا زمام الأمور، بس هي طبعا كانت نساء متميزات. هذا يدلنا أنه المرأة الكردية إلا دائما توق إلى أن تكون مساوية للرجل. ليش؟ لأنه المجتمع الكردي هو أصلا مجتمع ليس مجتمع مثل ما بيقولوا متحجر، يعني نحن بالأعراس بتلاقينا مع بعض وبنرقص سوا وبنلبس سوا، وبالبيت يعني ما في انه والله رجال ياكلوا لحالهم ونسوان ياكلوا لحالهم. بساحات القتال كمان كتف الى كتف يعني كاخوه تماما. وحتى في ساحات القتال المراه يعني مسكت السلاح وقاتلت وبجداره طبعا. ولكن ليش الاتحاد النسائي؟ انا بدي احكي لك عن تجربتي طبعا. مع التاكيد على عدم ضروره الالتزام بقانون او برفض القصر سواء من النساء او الرجال في تماما. بدنا نحكي على هالموضوع، ادخالهم المعارك يعني. تماما. هلا تجربه الاتحاد النسائي هي من وين اساسا اجت؟ يعني هي صارت اتحادات نسائيه في كل الدول. لما تصير العمل المدني يا استاذ سليمان، في قلنا انه مشاركه المراه هي كانت في عده محاور، يعني في العمل السياسي ضمن الاحزاب السياسيه اساسا كانت موجوده، ولكن بعد الربيع العربي او يعني بعد 2011 اذا صح التعبير، يعني صارت المشاركة كبيرة جدا وبشكل لافت في العمل السياسي، وهكذا في العمل الميداني في المظاهرات وإلى آخره. ولكن الشيء اللافت أكثر هو في العمل المدني. يعني أنا شخصيا لما بعد الأحداث ما توجهت للعمل السياسي، حبيت أنه أنا وطبعا في نقطة مهمة جدا وحاب المشاهدين كمان يعرفوها، أنه أي عمل أي منظمة نسائية هي لا تحصر لشخص معين. نحن كنا مجموعة نساء وقررنا نأسس هالمنظمة على سبيل المثال منظمة الاتحاد النسائي الكردي في سوريا. طبعا ليش أسسناها؟ لأنه دائما الطاقات النسائية كانت مبعثرة، يعني خلينا واقعيين. حتى في العمل السياسي في الأحزاب السياسية هي لم تكن صاحبة قرار في الأحزاب السياسية. أنتم أسستوها وأحزابنا الكردية خربوها وصارت اتحادات. هذا طبعا هي نقطة مهمة جدا يعني حكينا عنها. ولكن ليش يعني جوابا على سؤالك استاذ سليمان انه هو تمييز ولا لا، ليش المرأة تلجأ الى المنظمات الخاصة بها مثل الاتحاد النسائي الكردي في سوريا اللي أسس يعني في عام 2012 واحدث فعلا تغيير في البنية العمل النسوي أو النسائي بالأحرى، لأنه العمل النسوي هذا نوعا ما جدلية أخرى وتختلف نوعا ما في كمنظمات نسائية، لأنه في دائما الشعوب لما تحدث فيها حروب أو تحدث فيها خلل أمني أو استقرار المجتمع يحتاج إلى منظمات المجتمع المدني. فمنظمة الاتحاد النسائي كان فعلا كانت منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى كثير من الجمعيات النسائية، ومثل يعني على سبيل الذكر وليس الحصر، واعتذر اذا انا نسيت بعض الاسماء، مثلا منظمه شاويشكا، المراه الحره، مرأة روشن، يعني من ديريك الى
آفرين، كمان في عدة منظمات، أعتذر إذا يعني ما ذكرت لهم، كثيرة جدا، إلى عفرين. كل هالمنظمات النسائية كانت مثل الخلية النحل تشتغل، يعني بتعمل مثلا محاضرات توعية، بتعمل دورات للغة الكردية اللي كنا بنتوق إنه نتعلمها، بتعمل دورات للأطفال الأولاد اللي صار خلل في المدارس، إنه يقووهم في بعض المواد الأساسية، وإذا بالإضافة إلى دعم الثورة، إضافة إلى دعم تمكين المرأة. هذا شيء مهم كثير. فنحن لما تكون في غبن تاريخي على المرأة، وهذا معروف، يعني المرأة هي عبد، أقدم عبد على مر التاريخ. فهالغبن التاريخي على المرأة أكيد بيتطلب أنه تكون عندها مؤسسات، هالمؤسسات تعمل لرفع الغبن، وأيضا لتصحيح مسار المجتمع في المفاهيم الخاطئة اللي بتشوف المرأة هي دون المستوى لتكون صاحبة قرار أو تشتغل، أو حتى في الحياة الاجتماعية الاعتيادية. فأنا ما يعني يوما ما بتصور إنه راح تزول هالفوارق يعني بين الرجل والمرأة، إذا الرجل والمرأة تبنى قضية المرأة مثل ما هي تتبنى قضيتها. أستاذة نوميديا، سؤالي ما قبل الأخير، طبعا إذا نحكي عن الربيع العربي وآمال الشعوب عليها نحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن برأيك من حالة كحالة مجتمع مدني، نحن نعرف في سوريا هناك نصف الشعب السوري صار ما بين، أو أكثر من النصف، ما بين لاجئ ونازح، نازح داخل الوطن ولاجئ إلى الدول المجاورة وأوروبا. هل حصل ذلك في تونس والجزائر أو ما يسمى بالمشرق أو المغرب العربي؟ يعني لو تحدثنا عن الربيع العربي، أقول أنه مثلا يعني الشعب النازحين الجزائريين، اللجوء مثلا حصل بالجزائر في العشرية السوداء، يعني في الوقت الذي عاش الشعب الجزائري يعني كابوس حقيقي. يعني أنا كنت يعني في الثمانينات بداية التسعينيات، يعني من الكنترول تضبيط الصورة، يعني بالعشرية السوداء يعني نزح معظم يعني الشباب والجزائريون إلى الغرب، إلى أوروبا، لأنه يعني كنا نعيش يعني تحت رحمة، أقول وين الصورة؟ مو الإسلامي. الصورة عند الأستاذة نوميديا، مو عندك عفوا أستاذة يسرى، أتمنى من أستاذة يسرى تعديل الصورة، الكاميرا على أستاذة نوميديا. تفضلي. يعني قلت لك يعني الشعب الجزائري أو الشباب الجزائري نزحوا إلى الغرب، إلى أوروبا، يعني في العشرية السوداء، يعني في الربيع العربي مثل ما حكينا، يعني في الوقت الذي كانت تعيش مثلا سوريا وليبيا واليمن ومصر، وبعد يعني بعد المناطق يعني صار فيها انتفاضات بالمغرب، يعني بجيراننا بالمغرب. يعني الشعب الجزائري لم يكن يعيش في تلك الحقبة يعني الانتفاضة. الشعب عاش يعني الكابوس الأعظم نحن عشناه في العشرية السوداء، يعني في الحكم. أنا لا أقول الحكم، يعني في تلك الحقبة يعني السوداء التي كان فيها يعني الإسلاميون، مثل ما نقول الإسلاميون، يعني في زمن عباس المدني وعلي بالحاج، يعني صارت يعني كانت عندنا يعني مذابح ومجازر. يعني بصراحة يعني كنت يعني صغيرة يعني، لكن لا أنسى مثلا طلق الرصاص، لا أنسى مثلا الدماء، لا أنسى مثلا مثل ما يعني كانت عندي مثلا صديقة كنا بندرس يعني في نفس المدرسة، بتذكر مليح يعني بصراحة. أمها مثلا يعني دقوا على الباب، طلعت أمها، يعني إجت امرأة مشان تحكي مع أمها، يعني امرأة مجهولة، وظل مثلا الأبناء ينتظرون يعني دخول أمها من الباب. بعد ما مضت يعني ساعتين، يعني أول ما راحوا على الباب يعني وجدوا رأسها في طرف وجسدها في طرف. يعني تتصور يعني كنا بنقوم مثلا في الصبح تسمع يعني ترى الجيش، ترى الأمن يعني في كل مكان. يعني في هالحقبة يعني عاش الشعب الجزائري كابوس، يعني حقبة، يعني لا يعني حقبة كتبت يعني في التاريخ الجزائري، يعني لا ينساها معدمنا.
في الوقت الذي كان يعيشه العالم العربي يعني استقرار، ويعني استقرار وطمأنينة، يعني الشعب عاش تلك الحقبة. لكن في الوقت الذي يعني وقت الانتفاضة العربية، وقت الانتفاضة مثلا الربيع العربي، لم نعيش تلك الحقبة. بعدها يعني في 2019 نحن عشنا الحراك، يعني عشنا مثلا الربيع العربي رقم 2. ولو نحكي عن الربيع العربي، يعني أن ثورات الربيع العربي جاءت رد فعل طبيعي ضمن حركة التاريخ الإنساني على التهميش والقمع والاستبداد والظلم. فمن الطبيعي جدا أن تكون المرأة العربية من السباقين يعني إلى الانخراط في هذه الثورات. ولما انطلقت يعني ثورات الربيع العربي، رأينا النساء يتصدرن يعني الاحتجاجات العربية السلمية. يعني أنا بتابع يعني الأحداث يعني العربية العالمية في أي مكان، وبالأخص يعني في كردستان. يعني أنا بتابع كل يعني في كردستان العراق أو في كردستان سوريا، يعني بتابعها. يعني حتى حنا المجزرة الأخيرة التي صارت مثلا في عفرين، يعني بتذكر منيح يعني في الوقت الذي كان يعني الشعب الكردي يحضر نفسه للاحتفال بعيد النوروز، يعني صارت يعني مجزرة دامية. يعني حتى أني كتبت قصيدة الأحمر يليق بك يا عفرين، يعني بتذكرها منيح. يعني بدل ما أن الشعب مثلا هل ممكن نسمع مقطع منها؟ هل ممكن نسمع مقطع منها؟ لحظة واحدة شو. هاي هي موجودة عندي بصراحة. كتبت الأحمر يليق بك، الأحمر يليق بك يا عفرين كعنوان. طبعا يا الآن عفرين نحيي معك عفرين الصمود، عفرين الشموخ يعني. صح. يا عفرين خربك الأوغاد، تحطمت معالمك الأثرية بيد جهلة، قتلتك وحوش لا تنتمي للإنسانية، ارتديت الأسود حدادا وحزنا على شباب أبنائك وبراءة أطفالك ومعدمهم تحت الأنقاض لأيام وأيام، وأنت صامدة قوية حديدية. لكن كنت سترتدين ألوانا زاهية للنوروز، لكنك ارتديت الأحمر، لون دماء لون شوارعك وثياب شهدائك، أحمرا قاتما ارتوت منه تربتك. سيظل الأحمر بصمتك تاريخيا، سيبقى الأحمر وسمة عار لمن خذلك وتخلى عنك. ستظل روحي كاوى غاضبة تحوم حول أراضيك المغتصبة. هي القصيدة أستاذ سليمان. أستاذة نوميديا، يعني قبل أن ننتقل أستاذة نجاح، نعرفك باحثة أيضا ولك دراسات، والآن تحضرين كما قلت لي بالمحادثة بيننا أنك لك دراسة عن الكردي وكردستان. يا حبذا لو نعرف عن ماذا تعملي لحدث تلك الدراسة. الكتاب الذي أنا يعني أنا بصدد يعني التحضير له، لسه يعني ما خلصته. تاريخ كتاب. وثقافة. كتاب يعني أنا بدي أخلص يعني كتاب موسوعة يعني تاريخ وثقافة كردستان. يعني مثلا أربجي الثقافة. تسلم. يعني أحكي مثلا عن التاريخ القديم لكردستان، كيف كانت مثلا، كيف تأسست، كيف كانت مملكة ميديا القديمة، وكيف تفككت. ومنها مثلا بعدها أدخل مثلا عن العادات والتقاليد في كردستان، كما كتبت مثلا عن مقال مطول عن عيد النوروز. العادات والتقاليد، مثلا الأعراس في كردستان، الاحتفالات في كردستان، الثياب في كردستان، الحلي التي تلبسها النساء يعني في المناسبات الخاصة يعني والمناسبات العامة. يعني هو ده الكتاب اللي أنا يعني بصدد التحضير له أستاذ سليمان. أشكرك جدا جدا أستاذة نجاح. سؤالي ما الأخير، إذا نتحدث عن ما يسمى بالربيع العربي نحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن سؤالي ما قبل الأخير لك أيضا، أنه الثورة السورية أو المأساة السورية شردت أكثر من نصف المجتمع السوري ما بين لاجئ ونازح، وكان لذلك اللجوء والنزوح آلام كثيرة، وخاصة بين اللاجئين الذين اتجهوا إلى أوروبا وأنت إحداهم، وكمحامية
للأسف نطرح نقطة وسؤال وصلني كثيرا وطلبوا أنه أطرحها عليك أنت كمحامية عايشة في أوروبا. لماذا نسبة الطلاق الزائد أو الكبير ما بين اللاجئين السوريين عامة والكردي تحديدا؟ والله أستاذ سليمان، هذا السؤال كتير مهم طبعا ويطرح يوميا طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن حتى في اجتماعاتنا، يعني في جمعاتنا في الأسر الكردية أو حتى الأسر العربية، لأنه الشيء اللي صار على الشعب السوري هو ليس شيء هين. يعني الانكسارات اللي صارت فيه، التهجير اللي صار فيه، الاعتقالات، قتل أو استشهاد الآلاف، يمكن وصل لعدد كبير جدا يعني من السوريين. وحتى مو بس هيك، يعني ظاهرة السبي والاغتصاب يعني أمور كثيرة هزت الإنسان السوري. يعني وحالة الاغتراب طبعا لما بصير أنا بشبهها بحالة الانسلاخ عن ذات الإنسان نفسه. يعني مو سهل إنه فجأة الإنسان يجد نفسه بدون وطن، يجد نفسه بدون حاضنة اجتماعية اللي كانت تحضنه برغم كل السلبيات اللي كانت موجودة. فبلاقي إنه حالة الطلاق اللي صايرة يعني هي حالة طبعا هي ممكن قبل هلا كانت بتصير، ولكن صارت هلا أكبر خاصة في بلاد الهجرة. أكثر من نصف حالات إذا قارنا بالزواج، أكثر من نصف يعني. هناك من طبعا ليش؟ لأنه هون اختلف الوضع، اختلف الغربة. هي من أحد الآثار السلبية للغربة، لأنه ما فيك تعيش طبيعي. هناك من يرجح إلى أنه المرأة هي سبب غالبية الطلاق لفهمها الخاطئ للحرية لما يقدم لها في أوروبا من حيث الاستقلالية الاقتصادية. يعني أنه هناك الكثير تحمل المرأة سبب غالبية الطلاق الحاصل في مجتمع بين. فهمت عليك أستاذ سليمان. أنا قلت لك قبل هلا وقلت للمشاهدين كمان أنه هناك تجني تاريخي على المرأة عبر العصور. يعني حتى إذا نحن بدنا كل حالة لها خصوصيتها، يعني من كل النواحي، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية. هناك محامية وكامرأة. طبعا كمحامية وكامرأة وكإنسانة كثير إلنا غاية يعني من عبر منظماتنا النسائية والنسوية إنه نحافظ على الأسرة، على كينونة الأسرة، لأنه كينونة الأسرة هي أساس المجتمعات. يعني إذا انهدت الأسرة انهد المجتمع. ولكن كجواب على سؤالك إنه تحميل المرأة هو تحميل تاريخي، لأنه لا مو معقول كل حالة طلاق تكون المرأة هي السبب، لأنه الرجل أيضا مثل ما المرأة جاية من البلد حاملة همومها وحاملة اغترابها وحاملة بعدها عن أهلها وعن عن بيتها وعن مكانها الزمكاني كله، يعني مثل الرجل تماما. ولكن أحيانا كثير الرجل يسقط كل هذه الأعباء وكل هذه الهموم على المرأة ويحملها فوق طاقتها. لأنه الرجل في اخصائيات نفسيات اكدوا لي يعني انه المراه تتحمل الجزء الاكبر من سبب طلاقها. تماما استاذ سليمان، لانه اذا عملنا دراسه على هالموضوع، اكيد في برنامج رح اطرح كثير هذه المواضيع، انه الاسره المغتربه او الاسره المهاجره، وهي ليست مغتربه لانه هي هجرت قسرا، الاسره المهاجره الموجوده في المهجر بتتحمل اعباء كبيره، اعباء، والمراه هي تتحمل العبء الاكبر، تتحمل كل التناقضات الموجوده في الاسره في المجتمع اللي هي من الصعب تندمج معها. يعني فلذلك بتمنى انه ما نلقي هذه الاتهامات، بتصورها طبعا اتهامات، لانه هناك طبعا حالات المراه تتحمل المسؤوليه، هناك حالات الرجل بيتحمل المسؤوليه، وهناك حالات الاثنين بيتحملوا المسؤوليه. وبقولوا انه اغلب الحالات هي الهجره نفسها هي اللي تتحمل المسؤوليه. بس بتمنى عن جد انه يصل الصوت انه الكل يحاولوا يتحملوا بعض، يعطوا نفسهم فرصه لتستقر الحالات النفسيه عند الطرفين مشان يرجعوا للقواعد الاساسيه اللي ممكن انه تحمل الاسره من الانهيار او يصلوا لحالات الطلاق.
أستاذة نوفيديا، كما قالت أستاذة نجاح نعطي فرصة، ولكن الوقت لم يعطينا فرصة لنتمم الحديث الجميل معكم. كلمة أخيرة لك لكل شعوب الربيع العربي، لكل نساء الربيع العربي تحديدا، يعني ماذا تقولين؟ وهل هناك آمال أن فعلا يتحرر المجتمع أو يحقق أهداف هذا الربيع، الأهداف المنشودة في الحرية والكرامة الإنسانية والوطنية؟ يعني أتمنى من كل أعماق قلبي يعني أن تكون هناك نتائج يعني إيجابية في الأيام القادمة، أو يعني حتى لو لا نقول أن الأيام القادمة، نقول أنه مستقبلا نتمنى أن نرى نتائج إيجابية لهذه الانتفاضات التي قام بها مثلا الشباب، أو يعني حتى أنه يعني لا شباب فقط، يعني كان صار فيها مثلا استشهادات، لأنه يعني صار يعني شفنا دماء، شفنا مثلا نساء مثلا فقدنا أبنائهن، زوجات فقدت أزواجهن. يعني هل الانتفاضات يعني لم تكن عبثا، ولم تكن مثلا يعني لم تمضي بسهولة، يعني بصراحة يعني ما زالت جراحها لم تلتئم بعد. حتى أن المرأة مثلا لعبت دور مماثل للرجل. لو نتحدث مثلا عن الانتفاضات والمسيرات والمظاهرات التي صارت في الشوارع، يعني كان للمرأة دور فعال فيها، حتى أن يعني كانت مساوية للرجل في شعاراتها، في مساعداتها، وضعت يد بيد للرجل في الشوارع، ويعني وأدلت يعني بصوتها، سواء مثلا في التظاهر بالميادين والشوارع، أو ممارسة نشاط السياسي مثلا حتى على الإنترنت. يعني لها دور فعال يعني المرأة في الوقت الحالي، خلال كتابة مثلا مدونات أو مقالات صحفية، وإبقاء العالم على اتصال مع الواقع الحالي. مثلا لو نتحدث مثلا عن الانتفاضات التي كانت ولا تزال، يعني هي لم تتوقف. الانتفاضات توقفت مثلا، لو نتحدث يعني بصراحة، الانتفاضات في العالم العربي توقفت بسبب جائحة كورونا. يعني في الوقت الحالي نقول مثلا أن كل شيء يعني متوقف بسبب الجائحة، لكن لو تذهب الجائحة سنرى أن الشعوب ما زالت تغلي. يعني ما زال هناك ألم، ما زال هناك استبداد، ما زال هناك قمع، ما زال هناك ظلم. لكن أأمل وأتمنى من أعماق قلبي أن أرى مثلا بصيصة أمل في المستقبل، يعني وأرى أن هذه الانتفاضات جاءت بنتيجة، جاءت مثلا بتحقيق ولو القليل جدا للشعوب العربية التي ما زالت تعاني وعانت كثيرا. والشكر نعم، وامتناني لك أستاذ سليمان، شكرا كل لك. شكر لك. نعم، وإذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أستاذة نجاح، بدقيقتين آخر كلمة لك. إذا نحكي عن هموم المرأة، عن هموم المجتمع الشرقي، وأنا قلت لك أنا ضد المطالبة بحقوق المرأة، ضد المطالبة بتأسيس، لأني أعتبر ذلك هو عنف آخر ضد المرأة. يعني نتمنى أن نطالب معا، الرجل والمرأة، نطالب معا بتحرير المجتمع، ببناء وطننا الحر. اليد الواحدة لا تصفق، يجب أن نتحد معا. يعني تحميل طار مسؤولية على طرف من طرف إلى على الطرف الآخر هو بحد ذاته مرض، ويجب أن يتحرر المجتمع كله منه. آخر كلمة لك أستاذة نجاح. بالطبع يعني بنتمنى انه نحن النساء لا نحتاج لمنظمات خاصة تطالب بحقوق المرأة، ولكن بدي أقول بدقيقة أو دقيقتين مثل ما تفضلت أنه ما زال هناك عنف أسري موجود، لا يزال يمارس، وللأسف ليس كل الحالات تسجل، أو ليس أصحاب كل الحالات يعني بيخبروا عنها بحفاظا عن الأسرة. يعني لا تزال المرأة تحافظ على أسرتها لما بألمانيا ما في اتحادات نسائية. حتى في ألمانيا هناك كثير من الحالات التي تنتهك فيها حرية المرأة، التي بس ما في اتحادات نسائية، ما في منظمات نسائية.
يمارس عليها الضرب، يمارس عليها أساليب كثيرة من العنف. ولكن للأسف يعني نحن إمتى بنعمل دواء؟ لما بنعرف الداء. يعني نحن لازم نعرف شو هي الأمراض اللي عندنا مشان نعالجها. يعني ما يعني لازم ما نقول إنه ما عندنا أمراض، هاي مو حالة صحية. نحن شعب مثل كل شعوب الشرق الأوسطية، نحن عندنا أمراض، في عندنا عنف ضد المرأة، في انتهاكات ولو بشكل سلبي. العفو، ولو بشكل سلبي، بدليل المرأة الآن يعني تكتب وتطلع تمارس يعني كثير من النشاطات اللي كانت ما بتمارسها. هلا بتطلع على الإعلام مثل ما نحن عم نعمل، في شغلات كثير يعني بتمارسها. كثير من الأعمال اللي كانت محظورة عليها يعني فقط كانت للرجل، هي صارت عم تعمل هالشيء. ولكن التجربة الكردية، خليني بس هيك أحكي، هي إنه المرأة الكردية يعني صارت فعلا من خلال نشاطاتها في المنظمات النسائية والنسوية، من خلال حملها السلاح، واللي صارت أيقونة يعني في العالم ككل عن شجاعتها وفيها أنه تجابه أعتى أشكال الإرهاب مثل داعش. هالإنسان اللي حكمت عبر الأزمنة كل ما صار لها فرصة وكانت ناجحة، هي تستحق الحياة، تستحق أن تكون مساوية للرجل، تستحق أنه يكون لها حقوقها وبدون ما يكون في عنف. طبعا هون رح نصل للمساواة بين الإنسان والإنسان بغض النظر عن جنسه وعن قومه وعن أثنيته وعن أي شيء آخر. ونستحق طبعا نحن بتشكرك كثير أستاذ سليمان. ونستحق نحن الرجال عطفكن وحنانكن علينا. اليوم كانت حلقة مميزة مليئة بعبير. يعني لست أدري، واحدة منكم ياسمين والأخرى في الأستاذة نوميديا، نتمنى أن بعد أن شممنا في الاستوديو هذه الرائحة العبير، نتمنى أن نختمها بقصيدة عبير منك. تفضلي، ختامها مسك. قصيدة أنا راح أشوف، يعني أقرأ قصيدة كردستان. أي كردستان يا ريت، شو ما كان، على شو على ذوقك. والله ظلمتني يا أستاذ سليمان، يعني لو كنت خبرتني إنه في قصائد، لأنه صعب هلا وأنا على الهواء أرجع لطالع القصائد. بس أكيد حلوة من عزيزتنا، أكيد حلوة من عزيزتنا الأستاذة نوميديا. تسلمين غالية. كردستان. من تكونين؟ هل أحلم في ذاكرة الهذيان أم واقع أليم النسيان؟ أتعرفين من أنا؟ أشك في أنك تعرفين. معذورة يا سيدة البلدان، فأنت لم تري وجهي يحلق في سمائك كطير والهان، ولم تحضني أشلائي كطفل صعب النسيان. كردستان يا بؤرة حياتين، حياة هنا وحياة بين أشجار الجبال. مصيرك في مؤتمرات وألاعيب جردان، ثرثرة وأقاويل ووعود بالأمان، حيث يصمت الباقون وينقادونك العميان. يا كردستان، يا كردستان تعبت أشلائي من الكتمان وهي تصرخ، وتنغرس كالأشواك في عيون الأعداء، فتعميهم عن النرجس وأشجار الريحان، وعن ترابك وبيوت كانت مأهولة. سأرجع قريبا يا سيدتي، فأنا لا أرى مجررين لنهريك، وستعرفيني حينها وتحضنيني بفيض الحنان. هاي القصيدة الأخيرة أستاذ سليمان، وأشكرك كثير. ونحن باسم كل كردستان الكبير، كل شعبنا الكردستاني بكل نسائه ورجاله، باسم كل مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، نشكرك، نوجه تحية لك ومن خلالك إلى كل إخوتنا الأمازيغ، أبناء وبنات الشعب الأمازيغي. لكم كل التحية وكل الشكر أستاذة نوميديا جروفي، الباحثة والكاتبة والشاعرة الجميلة الرقيقة. فعلا اليوم كان استوديو فواح بعطركم وعطر زميلاتنا من وراء الستار،
يسرى ورقية الأخوات العزيزات. اليوم كانت فعلا حلقة جميلة. كل الشكر لك أستاذة نجاح هوفاك. والشكر وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكون أمام تغيير الذي كنا ننشده، أو تحقيق بعض آمال ما كنا ننشده. إلى ذلك الوقت، إلى الحلقة القادمة من برنامجكم حواراتنا، والتي ستكون في الحلقة القادمة الخميس القادم، الشهداء الأحياء في سوريا. عنوانها الشهداء الأحياء، مع الشاعر والشهيد الحي الأستاذ مصدق عاشور، والشهيدة الحية زاهدة رشكيلو. انتظرونا الخميس القادم، وإلى ذلك الوقت كل التحية، ودمتم في رعاية الله. الله معكم.